10 يوليوز 1971. الليل، الصخيرات، عمر أوقف. ما بقيتش كنكبر وما رجعتش كنصغر، مليوح للريح وسما ما فيها نجوم، ما فيهاش أحلام الطفولة اللي كانت كتزينها في الليل. ما فيها والو، العدم. العقارب في الحفرة. درنا اجتماع طارئ باش نشوفو شنو نديرو. كل واحد بقى واقف في السيلولة ديالو. الرقم 21 واقرين قال لنا باللي كيعجبو يصيد العقارب. داكشي اللي كان كيدير فاش كان صغير في تافراوت، بلاصة فيها الحرارة بزاف والجفاف. وقال لنا باللي العقرب غدارة ولكن ماشي ذكية. وقال لنا باللي كتبغي تبقى لاصقة غير في الحجرة، إلا طاحت كتلدغ. كان عنده الصح، كان خاص يكون ثقيل بصح باش نعرفوا البلاصة اللي كيتحركوا منها العقارب. إذا سمعناهم، إذا كنا كنسمعوهم، غنكونوا مأكدين باللي راهما فوق راسنا. وإلا طاحت غنعرفوها فين طاحت، الجهة اللي طاحت فيها خصنا نبعدو منها. وباش ننجحوا في هادشي كان خاصنا ما نعسوش. الحسين قرصاتو وحده فاش نعس، بدينا كنعيطوا على العساسة وما جاو حتى للصباح. فاش جابوا لينا داكشي اللي كيسميوه القهوة، واقرين بدا كيطلب فيهم باش يخليوه يمص ديال الحسين. طلعت ليه الحرارة بزاف وبدا كيدخل وخرج في الهضره. واقريم عارف شنو كاين، مص ديالو وقال لي باللي الحرارة غتبقى عندك 48 ساعة. هذه هي القاعدة، مهم ما تنعسوش. الا ما نعسناش غنموتو. السطية بدات كدور بيناتنا. هاد القصة العقارب مؤامرة باش يقتلونا بالزربة، ولكن هما ما بغاوش يقتلونا بالزربة. هادشي ماشي في الصالح ديالهم. شكون اصلا باقي كيتسوق لينا؟ حنا واحد الناس نسانا العالم. دابا كيفاش غنديرو باش نخليو العساسة يجيبوا لنا شوية الضوء باش نخرجوا علينا هاد الحشرات؟ سولتهم علاش ما يقتلوناش دقة واحدة كما دارت فرنسا مع اللي حاول يقتل الجنرال دوغول. علاش تحكمنا في محكمة وخرجنا بعد الأحكام كاملة باش نموتوا غير بشوية؟ علاش الجنرالات تحكموا بالإعدام وحنا تحكمنا بهذا الشيء؟ اختبار الموت ديال بشوية، هاد الموت اللي كيلعب لينا بالاعصاب ديالنا. كان خاصنا نكونوا ميتين دابا. الا درنا جريمه كان خاصنا نكونوا ميتين. علاش حنا مدفونين حيين دابا؟ خلاو لينا شويه النفس باش نبقاو نتعذبوا. واحد النهار غنكون بلا حقد، عندي الحريه ديالي
وغنعاود هاد الشي وغنكتب هاد الشي اللي عانيت، ولا غنكلف شي واحد يكتبه، ماشي باش ننتقم ولكن باش نوصل الملف ديال هاد القصة. دابا انا كنحاول نعاود ندوي لراسي باش ما يدينيش النعاس ونولي فريسة ديال هاد العقار. كندوي، كنطنطن، كنضرب الحيط براسي، كنسول راسي فين هي العقرب، كنقول باللي راه هي هنا. شويه كنسمع الصوت ديالها في بلاصه اخرى، بحال كنقمر. بقيت كنقاوم الناس ولكن في الاخر ناست. فيقني واحد الالم قاصح في الظهر، ماشي العقرب اللي لدغاتني، غير الوجع ديال الظهر رجع تاني. كيفاش غنعرف اشنو؟ ما عرفت شنو هو، واش المفاصل ولا كيفاش غنعرف؟ غير باش تبقى محني هاد الوقت كامل العمود الفقري ديالك غيتشوه. وفاش كيهم اصلا نعرف اشنو بيا؟ وإلا عرفت كاع وخديت الدواء، فاش غيهم هاد الدواء؟ كاع الامراض ديالنا بقاو كيتزادوا على بعضياتهم. اللي معروف هو انه فاش كيكون شي واحد فيه المرض كيجي الطبيب وكيبقى يحارب المرض حتى كيمشي. هنا العكس، الا جا المرض خاصو يبقى، وخاصها تتاح ليه كاع الظروف باش يتطور وينتشر في الجسم. حتى شي واحد ما مسموح ليه يتدخل، وما كاينش على من تشكى. كنا ديما كنسمعوا الكوموندون، ما عمرنا ما عرفنا هاد الكوموندون كيفاش داير. فيما كنبغيو نتشكاو كيقولوا لينا غنوصلوها للكوموندون، ولكن ما عمرنا ما سمعنا صوته ولا شفناه كيفاش داير. فكيسحب لينا باللي راه كيوصلوها لوالو. كوموندون شخصية خيالية غير باش يدنونا وصافي. من بعد داز الوقت طويل وكتب لي نتلاقى مع هاد الكوموندون فاس، وعرفت باللي بصح كوموندون تولد باش يخدم، باش ينفذ كاع المأموريات من الصغيرة حتى الكبيرة، بلا مشاعر وبلا شك. ياخذ الأوامر وكيطبقها. من بين العساسات 8 كانوا جوج هما اللي قاصحين بزاف. واحد عنده سنان ديال الذهب ضعيف وطويل، كان ديما كيدفل، وفاش كيهضر ما كيستعمل غير الهضره الخاسره. وسمعنا من بعد باللي كان كيدير دي غابور على صحابو اللي كانوا معاه كيعسوا علينا فاش كيتعاملوا معنا شي شويه مزيان، قايل باللي هما ضعاف كيتعاطفوا معانا، وباللي حنا كلاب وخوانا ما خصهمش يتعاطفوا معانا. واحد النهار غبر، شهرين ما سمعنا صوته، وفاش رجع مختلف، رجع كيحل كاع البيبان ديال السيلولات وكيطلب السماحه. قدرت نشوف ليه في وجهه فاش حل الباب ديال السيلوله ديالي وشعل الضوء. كان كيترعد كيقول لي كنطلب منك السماحه، كنت كندفل في الماكله ديالكم وكنخلطها بالرمله، كنت كنكرهكم حيت تعلمت نكره، كنت كنتمنى ان الموت ديالكم يكون غير بشويه، انا كنستحق النار ديال جهنم على داكشي اللي درت فيكم. الله خلصني، الله خدا مني 2 ولادي الكبار في كسيده، الله دار داكشي اللي بغا، ما بقى عندي هنا ما يدار، انا غنموت، سالا كل شيء، عاونوني باش نمشي وانتم مسامحيني. مات من بعد شي شهور حيت دار اضراب على الطعام. عساس اخر سميتو حميد دوج كان حتى هو قبيح بزاف، كان عرج. فاش شاف هادشي اللي وقع خاف بزاف وجا حتى هو بدا كيطلب السماحه. اما العساس الاخرين كانوا كينفذوا الاوامر بالسكات وكيديروا هداكشي اللي قادرين يديروا، كيخافوا من فاضل الشاف ديالهم. ما كاينلاش الا مرض شي واحد يقول انا مريض، حيت قبل ما يحس براسو مريض حنا اصلا ديما مرض.
قاع داكشي اللي عندنا هو جسم ودماغ، وانا قررت باش نحافظ على راسي، على الدماغ ديالي بكاع الوسائل اللي عندي. الجسم فقدت فيه الامل، معرض لاي حاجه ممكن يديروا فيه اللي بغاو كيف ما هادشي اللي دايرين فيه دابا. ولكن عقلي خصني نعزلو عليهم، هو البقاء ديالي، هو الحريه ديالي، هو البلاصه اللي نقدر نهرب عليها فاش نحس براسي بغيت نهرب. وباش نخليه حي خاصني نبقى ندير ليه التمرين، ندير ليه شويه الرياضه. من بين هاد الرياضه هي نشد الذاكره ديالي ونمحيها مزيان وما بقاش نتفكر الماضي. منطقيا النسبه ديال انني نخرج من هاد الحفره هي 1%. ما كنتش كنشوف 99%، وكنت كنركز غير على هذيك 1%. كنت كنقول في الداخل ديالي تقدر توقع شي معجزه ونتولد من جديد، يكون مولود في 40 ولا 50 ونخرج من هاد الحفره ونمشي نقيس الحجر الاسود ديال الكعبه في مكه. التركيز ديالي على هاد الصوره انني نقيس حجر مقدس بعيد عليا بآلاف الكيلومترات ومئات القرون خلاني ننسى الجسد ديالي، خلاني نتخيل راسي روح كاينه فوق هاد الحفره. هادشي خفف عليا النهارات ديال الجوع والليالي ديال الأراق اللي كنا كنعيشو في داك الجحيم. الامل في هاد الحفره كان بالنسبه لينا كدبه مخلطه بواحد المسكنات. باش ندوزوه كان خاصنا ديما نكونوا واجدين لشي حاجه خيب من داكشي اللي عشناه. واللي ما فهمش هاد القضيه كان كيغرق في اليأس، ومن اليأس معروف فين كيمشي. اللي يأسوا في هاد الحفره ماتوا. هذا ما كان. نتلاقاو في الحلقة الجاية ونكملوا هاد الستوري. تهلاو.